النهارده هنشوف كونسولات ناس كتير لسه بتشتريها دلوقتي على انها حلوه، بس في الحقيقه ان في اختيارات احسن منها كتير. انا عايز اقول لك الكلام ده مش كره ولا هجوم على اجهزه، ده كلام عقل وفلوس. في اجهزه اتشهرت قوي ولسه اسمها تقيل، بس لو اشتريتها دلوقتي ممكن تندم بعد فتره. فلو ناوي تشتري كونسول خلي بالك، وعايزك تكمل الفيديو ده للاخر لان صدقني اخر جهاز مش هيجي في بالك خالص. خلينا نبتدي باول جهاز، وده كان واحد من اجهزه الجيمنج اللي غيرت مفهوم الالعاب، اكس بوكس 1. الجهاز ده تم الاعلان عنه لاول مره في مايو 2013 ونزل رسميا في نوفمبر 2013. لما نزل كان مايكروسوفت عايزه تعمل حاجه مختلفه، مش مجرد جهاز العاب لكن حرفيا كان مركز كامل للترفيه. الجهاز كان بيجمع ما بين الالعاب والافلام وحتى كمان الموسيقى. الفكره كانت كبيره جدا وقتها، جهاز واحد بيعمل كل حاجه. تخيل الجهاز ده كان نازل في 2013 بيعمل كل الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان الجهاز ده كان بيقدم حرفيا رسوميات ممتازه بالنسبه لجيله، ومعالج كان قوي نسبيا وقدره على تشغيل الالعاب بجوده عاليه. واحده من ابرز مميزاته كانت كينكت، كانت بتخليك تتحكم في الالعاب من غير ما تلمس ايد التحكم. حرفيا كانت تحركاتك وصوتك وحتى بعض الايماءات كان الجهاز يقدر يقراها. ده غير طبعا اكس بوكس لايف، الخدمه الاونلاين اللي حرفيا كانت متطوره جدا وخلت تجربه اللعب الجماعي قويه وممتعه، خصوصا طبعا مع العاب زي مثلا هالو وجيرز اوف 4 والحاجات دي كلها. ده غير الباكورد كومباتيبيليتي، كانت حرفيا ميزه خرافيه جدا على اكس بوكس 1، بتسمح لك انك تلعب العاب مثلا زي اكس بوكس 360. حرفيا الاكس بوكس 360 ده كان عنده مكتبه العاب ضخمه جدا، وده كان شيء مهم جدا للناس اللي عندها اكس بوكس 1. ده غير طبعا اقوى حاجه في الجهاز ده وهو كان الاكس بوكس جيم باس. ابتدت تظهر خدمات الاشتراك اللي هي كانت اكس بوكس جيم باس، اللي كانت بتديك الاف الالعاب مقابل اشتراك شهري. حرفيا كانت فكره ثوريه وقتها، واظن للاسف كلنا عارفين ان الميزه دي للاسف سعرها بقى غالي جدا. الجهاز نفسه كان تصميمه انيق وكان كبير شويه لكنه كان قوي وكان مميز عن اي جهاز تاني في السوق. ولكن مع مرور الوقت اكس بوكس 1 كسب شعبيه كبيره، خصوصا عند اللي بيحبوا الالعاب الجماعيه واللي عايزين كل حاجه في جهاز واحد. لكن دلوقتي في 2026 الموضوع مختلف تماما. ليه؟ لان الالعاب الجديده مش شغاله عليه. كل الالعاب اللي نازله دلوقتي معموله للجيل الجديد زي الاكس بوكس 3 اكس والبي اس 5 برو، والجهاز حرفيا مش قادر يشغلها بكفاءه. ده غير طبعا البطء والتقنيات القديمه، المعالج طبعا والرامات وكارت الشاشه بقوا قدام جدا ومش قادرين يواكبوا المتطلبات الحديثه للالعاب. ده غير طبعا التحديثات اللي وقفت، مايكروسوفت ما بقتش بتصدر تحديثات للجهاز، يعني اي مشكله او تحسين مش هتحصل عليه. بالنسبه للاجهزه الحديثه اكس بوكس 1 بقى زي يعني جهاز من الماضي، ممتاز طبعا للذكريات لكن مش للجيل الحالي. يعني ببساطه اكس بوكس مات تقنيا في 2026 وبقى حرفيا يعني مش عايزين نقولها بس ما بقاش ليه لازمه حاليا في 2026 قدام الاجهزه الجديده. بس لو انت عندك الجهاز ده فانا عايز اقول لك استمتع بيه جدا جدا، لان الجهاز ده كان عليه العاب اسطوريه. لكن حاليا لو انت بتدور على الالعاب الحديثه فالجهاز ده ملوش اي لازمه بالنسبه للالعاب الحديثه. الكلمه دي صعبه عليا قوي بصراحه. طب انا ليه ذكرت اكس بوكس 1 وما ذكرتش مثلا البلاي ستيشن 4؟ لان اكس بوكس 1 سعره قريب جدا من اكس بوكس 3 اس. تقدر طبعا تجيب الاكس بوكس 3 اس وتستمتع بيه وبالالعاب الحديثه عن طبعا اكس بوكس 1 بفارق فلوس بسيط، يعني فاهم، مش محتاجين فلوس كتير عشان نطور. بعد ما رجعنا ل 2013 خلينا نطلع قدام تاني ل 2020 وخاصة عند الاكس بوكس 3 اكس. الجهاز ده تم الاعلان عنه لاول مرة في ديسمبر 2019، وكانت مايكروسوفت عايزة تعمل جهاز يغير مفهوم الجيمنج بالكامل ويكون اقوى جهاز منزلي موجود. الهدف كان انه يتفوق على الاجهزة القديمة من اكس بوكس زي الاكس بوكس 1 اللي انا كنت لسه بحكي عنه، ويوصل لتجربة العاب شبه الواقع مع سرعة رهيبة طبعا وتحميل مفيش اسرع منه. اول ظهور رسمي كان في نوفمبر 2020، وده كان وقت تنافس الجيل الجديد مع بي اس 5 بعد اعلان طبعا سوني لجهازها الجديد. السيريس اكس كان قوي جدا، حتى تصميمه كان بيحكي قصته، مستطيل طبعا اسود انيق كانه جهاز من المستقبل، وطبعا كان صامت بالرغم من قوته الخارقه. يعني يا سلام على اللغه العربيه وجمالها. طبعا من 2020 ل 2021 اول سنه من نزوله الناس اتحمست جدا للاداء اللي حرفيا غير متوقع والرسومات العاليه جدا، والعاب طبعا زي هالو انفينيت كانت السبب الرئيسي لنجاحه. من 2021 ل 2022 بدا التركيز على الاكس بوكس جيم باس والكلاود جيمنج، فبدات مايكروسوفت توصل الالعاب لاي حد على اي جهاز حتى لو ما عندوش السيريس اكس، ودي نقطة غلط جدا، ودي نقطة من اسباب وقوع السيريس اكس هنجيلها قدام. من 2022 ل 2024 الجيل الجديد من الالعاب بدأ يخرج بسرعة، لكن معظم الحصريات المهمة اتجهت اكتر للبي اس 5 والبي سي، وده قلل شوية من مبيعات السيريس. من 2024 ل 2026 الناس بدأت تركز اكتر على الجيمنج، على اللي هو الكلاود والاجهزة المحمولة. طبعا كانت اهم مميزات السيريس اكس اول جهاز طبعا حرفيا منزلي بيدعم ال 4K حقيقي مع 120 فريم، وده طبعا كلام شركات، هو مش بيدعم 120 فريم ولا حاجه،
يعني ده كله كلام شركات اصلا. هو بيدعم 120 بس مش 4K يعني. ده غير طبعا معالج وكارت شاشه متطورين جدا بالنسبه للجيل القديم، ومع ذلك حرفيا صامد قدام اي لعبه تقيله من 2020 ل 2022، وقدر يشغل العاب الاكس بوكس 360 واكس بوكس 1 وبعض العاب الاكس بوكس الاصليه، وده خلى مكتبه الالعاب القديمه لسه حيه، ودي طبعا كانت مميزات ضخمه جدا بالنسبه للاكس بوكس 360. ده غير طبعا التصميم العصري والاداء حرفيا اللي خلى الجهاز محبوب جدا في البيوت. غير طبعا برضو خدمات زي الكلاود جيمنج والجيم باس اللي خلت الجهاز جزء من نظام اكبر للجيمنج بدل ما يكون بس جهاز العاب. بعد كل المميزات دي للاسف مايكروسوفت هي اللي قتلت الجهاز ده بايديها. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بسبب كذا حاجه هي عملتها. اول حاجه وهي ان رغم قوه الجهاز مايكروسوفت قللت تركيزها على الالعاب الحصريه الكبيره زي هالو وفورزا، وبعض الالعاب المهمه اتاجلت واختفت. ده غير طبعا ان اغلب الالعاب الجديده متوفره على الجيم باس او السحابه اللي هي كلاود جيمنج بدل ما تكون خاصه بالجهاز نفسه. يعني حرفيا الناس بدات تلعب الاف الالعاب على اي جهاز عن طريق الكلاود جيمنج او الجيم باس، مش لازم يكون عندك السيريس اكس عشان تلعب الالعاب دي. فكره امتلاك الجهاز بقت اقل اهميه لان الالعاب حرفيا متاحه وانت اصلا مش لازم تحتاج الجهاز نفسه عشان تلعب الالعاب. ده غير طبعا ان السعر الغالي، يعني سعر السيريس اكس عالي جدا بالنسبه لبعض الاسواق، وده خلى الناس تروح لاجهزه ارخص او حرفيا تروح للالعاب السحابيه اللي هم عملوها. ففي كذا حاجه مايكروسوفت عملتها قتلت الجهاز ده بايديها. يعني هو الجهاز حلو بس لا، مايكروسوفت احنا لازم نقتله احنا. فللاسف الجهاز ده فعلا ملوش لازمه في 2026، ودي اكتر جمله تستحق نقولها للجهاز ده للاسف. خلينا نطلع بالزمن لقدام شويه وعند سنه 2024 لحظه نزول البي اس 5 برو. لما اتكلموا عن بي اس 5 برو كان المفروض يبقى الوحش نسخه اقوى من بي اس 5 العادي، جرافيك اعلى واداء احسن وتجربه برو بجد. الفكره كانت بسيطه، لو معاك شاشه 4K محترمه وعايز اقصى اداء خد البي اس 5 برو. بس السؤال بقى، هل ده حصل بجد؟ خليني اقول لك ان الفرق ما بين البرو والعادي مش فرق كبير اصلا. يعني اغلب الالعاب على بي اس 5 العادي شغاله ممتاز، 60 فريم ثابت، جرافيك قوي وتحميل سريع. يعني لما تيجي تبص الفرق حرفيا طفيف جدا، فرق شويه فريمات على شويه وضوح زياده، مش فرق حرفيا يخليك تدفع مبلغ اكبر. ده غير ان معظم الناس اصلا مش مستفيده، يعني مش كل الناس عندها شاشه 4K اصلا 120 هرتز، مش كل الناس بتلاحظ فرق الجرافيك، وبرضه اغلب اللاعبين عايزين يلعبوا خلاص. فبي اس 5 برو اصلا بقى جهاز مناسب لفئه قليله جدا مش لجمهور واسع. ده غير طبعا ان الجيل قرب يخلص. تخيل كده انت تشتري البي اس 5 برو بعدها بسنتين مثلا تلاقي ان الجيل الجديد نزل، في ثانيه الا ربع تقريبا جهازك بقى خلاص جيل قديم. وغير طبعا ان برضو الالعاب مش مستغله القوه، ودي حاجه ناس كتير مش واخده بالها منها. يعني معظم الالعاب معموله عشان تشتغل على بي اس 5 او اكس بوكس 3 اكس، مش معموله مخصوص للبي اس 5 برو. بي اس 5 برو مش جهاز وحش، لكن برضو مش ذكي انك تشتريه في 2026. يعني حرفيا مفيش فرق اداء كبير، سعره غالي، الجيل قرب يخلص، والعاب مش مستغله قوته اصلا. ده غير ان انت ممكن تجيب البي اس 5 وتوفر بقيه الفلوس ليك، هتستفاد انت بيها احسن. وفي الاخر الموضوع مش ان الاجهزه دي وحشه ولا انها فشلت، بس المشكله ان الزمن عدى والجيمنج اتغير. دلوقتي القوه لوحدها ما بقتش كفايه، والاسم الكبير ما بقاش سبب يخليك تشتري، والجهاز اللي كان حلم امبارح ممكن يبقى ملوش اي لازمه النهارده. فاختار صح وما تشتريش جهاز عشان اسم ولا عشان اعلان، اشتري اللي يخدمك انت مش اللي السوق عايزك تشتري. ولو عايز تشوف اجهزه تانية كانت ترند وماتت استنى الفيديو الجاي، لان لسه فيها اجهزه كتير اتركنت قبل ما نلحق حتى نفرح بيها. بس كده كان معاك يوسف، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.